شايفني واقف. لا مؤاخذة يا حبيبي، لا مؤاخذة معاك يا عم. طب ليه كده؟ طب المنافس ساعد، خلي منافسك حلوة. انت كمان يا عم وبتخبط في الواحد يا سيدي ما قلت لك لا مؤاخذة، هو ايه يا شغلانة؟ ما تمدش ايدك يا جدع انت. يا عم انت عم اتكلم الصبح حلو ما بتيجي على وشي. تدي مين على وشي يالا انت؟ تيجي انت تدي ايدك بس كده. ايد انا؟ حبيبي وبعدين ايه روح اوعى مش اوعى اسيب. ما انت كنت عامل لي ذكر فيها دلوقتي ولا مش هسيب. لما يجي حد بقى يفلتك من ايدي انت هتتكسر. كسر ايدي، ايه المشكله؟ بقول لك انت هتتكسر. ما تتكسر. وبعدين توقيلك. انا قلت لك انا اسف ومش واخد بالي، لكن انت بتغمض. طب خلاص خلاص اوعى. طب دلوقتي خلاص يا عم اوعى. مش هوعى. اوعى. طب خلاص. هتلم نفسك ولا لا؟ خلاص همشي. اوعى. حد ماسك فيك وانت مش شايفه، ولاي شخص ضرير او كفيف يتصرف ازاي في موقف زي كده؟ انا مين عادل، مدرب الدفاع عن النفس. فاكرين فيلم امير الظلام بتاع عادل امام؟ لما كنا بنشوف فيه اي مبالغات في مشاهد الاكشن كنا بنتقبلها، لان كنا بنقول ده فيلم. طب تعمل ايه بقى لو قلت لك ان في مشاهد كتير من الحاجات دي ممكن تحصل في الواقع؟ زي مثلا حركه النهارده، لو حد جاي ماسك فيا بمنتهى البساطه وهو ماسك كده اهو، الدليل اللي بيخليني اوصل لنقطه الضعف اللي هي ايه؟ اللي هي الايد. انا بمشي مع الدليل تمام، وبمسك ايه؟ بمسك الرقبه، بلف الرقبه بالشكل ده لغايه ما اجيب الدقن عند ايه؟ عند منطقه صدري بالشكل ده كده اهو، وابقى انا كده اتحكمت فيه، ومحدش يقول لي اصل ايده حره ممكن يوصلك ضربات، لان انت ماسكه من نقطه صعبه وضعيفه جدا عنده. مفصل الرقبه لو اتكسر ده فيها مقتل بالنسبه للخصم. فانت كل اللي انت بتعمله وهو ماسكني كده اهو وانا مش شايفه، كل اللي انا بعمله على قبضتين الدليل انا رحت اهو، ايده اللي وصلتني، عشان ما حدش يقول لك وانت مش شايفه طب انت هتطول رقبته ازاي؟ طب انت هتمسك رقبته ازاي؟ اهي ده الحل، ده السبب اهو. ايده كده اهو، بروح مسكت الرقبه لفيتها بالشكل ده، هو ما زال ماسك صح؟ بص بقى لما لفيت رقبته لازم غصب عنه هو هيسيب. كل اللي انت بتعمله ده في الموقف بيكون في جزء من الثانيه بتعملها كده، بس تكون حريص عشان ما تكسرش رقبه اللي قدامك. وانت ماسكه بالشكل ده تقدر تمشي بيه لو عايز، تقدر تتحكم فيه. كل الفكره ان احنا بنعلي حاسه اللمس عند اي شخص عنده مشكله في الرؤيه، او انت كشخص عادي لو انت في اي مكان مظلم واتمسكت بالطريقه دي ازاي تعرف تتحكم فيه وتطلع لحد ما اي شخص يساعدك او يستلمه منك. وخصوصا بقى لو انت شخص كفيف او ضرير واتمسكت وسيطرت عليه، اوعى تسيبه لغايه ما حد يجي يستلمه منك، لانك لو سبته هيبقى رد فعله اعنف بكتير ومش هتعرف تتحكم فيه. اتمنى اكون اديتها فيديو ولو بمعلومه بسيطه، وما تنسوش صور وكواليس الحلقه دي هتلاقوها على الانستجرام. بحترمكم جدا وعدكم دايما بالمزيد. اشوفكم على خير.